لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. خيسوس كأساس. في البداية أتقدم بالتهنئة إلى الجماهير العراقية، وذلك بعدما حصد المنتخب 18 نقطة من 6 مباريات والتأهل بالعلامة الكاملة، وذلك لم يكن سهلا على الإطلاق، خاصة للعب في هذه الدرجات المرتفعة. كأساس، شكرا للجماهير العراقية، والمرحلة القادمة صعبة، وأهلا بجميع من سيأتي معنا بالقرعة الحاسمة. يونس محمود: ستشاهدون المنتخبات في المرحلة المقبلة تلعب في البصرة، وسنحقق حلم العراقيين بالتأهل لكأس العالم. تم كل تفاصيل المرحلة الثالثة المؤهلة لكأس العالم. القرعة يوم 27 من الشهر الحالي، بعد أيام 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 منتخبات. نظام التأهل: يتأهل الأول والثاني من المجموعات الثلاث لكأس العالم. يتأهل صاحب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة للملحق الآسيوي. نظام الملحق تقسم إلى مجموعتين، كل مجموعة 3 منتخبات. يتأهل أول كل مجموعة في الملحق لكأس العالم. يتنافس أصحاب المركز الثاني بمجموعات الملحق بمباراة بينهم لتحديد المتأهل من آسيا للملحق العالمي، ليواجه منتخب من ملحق قارة إفريقيا. رسميا اختيار ملعب البصرة الدولي أرضا للمنتخب العراقي في التصفيات النهائية المؤهله لكأس العالم 2029، ومن يمتنع الحضور واللعب على ملعب البصرة الدولي يعتبر خاسر أثرث بقرار الاتحاد الرسمي من الاتحاد الآسيوي. نجم فريق الشرطة أحمد فرحان يعود إلى العراق بعد إنهاء رحلته العلاجية في لبنان، حيث كان يتعالج من إصابة في الرباط الصليبي. الطبيب المختص يمنح فرحان الضوء الأخضر للبدء في التدريبات البدنية في العراق، ما يعكس تقدما جيدا في فترة التعافي. من المقرر أن يستمر اللاعب في برنامج علاجي وتأهيل شامل لمدة 1.5 شهر بهدف استعادة لياقته البدنية بالكامل والعودة إلى الملاعب بأفضل حالاته. لاعب منتخبنا الوطني العراقي السابق الأي فاضل: منذ إصابتي في كأس العالم للشباب العام المقبل لم يتواصل أحد معي من الاتحاد ليسأل على صحتي. أتابع مباريات المنتخب العراقي باستمرار، وأتمنى أن نتأهل لكأس العالم. الجمهور العراقي من أفضل الجماهير، لقد رأيت كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والكثير. لا يوجد جمهور أفضل من الجمهور العراقي. مستمر باللعب مع فريقي إسكالستونا في الدوري السويدي، واطمح للعودة من جديد للمنتخب العراقي.